السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Good evening, good evening. I hope you are doing very well. يا رب تكونوا بألف خير يا رب. طيب يا ريت لو سامعيني، يا ريت لو كده سامعيني يعني تقولوا لي ان الصوت واصل. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ريت لو حد سامع يقول لي ان الصوت واضح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. خلينا نشوف كده الصفحة نفسها. ده مستر يوسف زكي. يوسف. طيب لو حد سامعني يا ريت يكتب كده ان هو سامعني كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. شوفي كده الصوت واضح. يا رب تكونوا بألف خير. دي سلسلة فيديوز او سلسلة كده بدأناها عن اللايف سيشنز، وكنا قلنا ان احنا هنتعلم كتير عن الانجليش وحاجات تخص الابليكيشنز، حاجات تخص الايلتس، حاجات تخص التويفل، ليه تتعلم انجليزي. هنتكلم ان شاء الله عن اكتر من توبيك. غالبا التوبكس دي بتكون تخص الانسان ككل. يعني مثلا ان شاء الله بعد ما اخلص سلسله ازاي اتعلم الانجليش ببساطه، ازاي ان انا اظبط عندي ملكه الكلمات، القواعد، الحاجات دي كلها، ان شاء الله هنتكلم عن البرامج اللي انا بستخدمها. مثلا في الاي اي عايز اظبط صور، عايز اظبط مثلا زوم سيشن، ازاي تشتغل على زوم بشكل محترف ومجاني، ازاي تشتغل على تيمز، ازاي تشتغل. يعني هناخد في كل لايف ان شاء الله برنامج واحد بس بكل التفاصيل اللي جواه. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان هو يتقبل مني ومنكم. لو انت متابع فانا يوسف زكي. I've been teaching English for almost a decade of my life. بقالي بدرس كده فترة في حياتي. الفترة الحالية أنا نويت من باب المشاركة في عمل الخير إني هعمل سلسلة فيديوز بتتكلم عن توبكس مختلفة، موضوعات مختلفة، منها الإنجليش، منها الألماني، منها الفرنساوي، ازاي تستخدم ابلكيشنز معينه، ايه الحاجات المجانيه اللي انت تقدر تستغلها من غير ما تدفع فلوس اصلا. والنهارده ان شاء الله هنتكلم عن حاجه جميله قوي قوي. من عنوان اللايف كده يا جدعان احنا هنتكلم عن اي واحد افضل واحسن ليا كمتعلم للغه الانجليزيه. اي حاجه، هل ان انا اتعلم كلمات كتير ولا ان انا اتعلم قواعد كتير؟ يا ريت تشاركونا برايكم كده. اكتب في التعليق which one is more important to learn grammar ولا to learn vocabularies. اي واحد اهم، الكلمات ولا القواعد؟ وانت بتتعلم انجليزي يا ترى ايه الاهم؟ حبيبي منورنا. اكتب كده لو الصوت واضح، اكتب لو الصوت واضح، اكتب لي الصوت واضح وانا هتشيك كده لان السماعه كانت بتعلق من شويه، فمش عارف بقى المايك برضو معلق ولا لا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يسر ولا تعسر يا رب، اللهم يسر ولا تعسر. Good evening, good evening. ماشي. I hope you are doing well. يا ريت الناس بس كده لو حد سامعني يكتب لا اله الا الله، لا اله الا الله. ماشي. هو عندنا شغال فخير ان شاء الله. سريعا كده النهارده هنتكلم عن حاجه جميله قوي قوي. الحاجه دي بتتكلم او بتكون عباره عن محتويات مختلفه عن بعضيها، سواء تخص اللغه، سواء تخص التعليم عموما، سواء تخص مشكله من المشاكل، كورس من الكورسات اللي هي اصلا بفلوس. احنا ان شاء الله نحاول نقدمه بشكل مجاني تماما ان شاء الله. تمام. معاكم يوسف زي ما قلت لكم، حد كده بتاع انجليزي بقالي فتره في التعليم والتدريب، وان شاء الله همشي معاكم خطوه بخطوه لو انت متابع الصفحه عن ازاي يعم الخير
عليا وعليكم بفضل الله، وربنا يا رب يتقبل. السلسله اللي احنا بدانا الاول بالانجلش بما ان ده تخصصي. ان شاء الله بعد ما نخلص التوبكس بتاعه الانجليش عن الكلمات وازاي تحفظها وما تنساهاش، عن الجرامر القواعد ايه اهميتها، عن ازاي تظبط النطق، ازاي تظبط الفانكشنال لانجويج بتاعتك اللغه الوظيفيه. يعني انت مثلا شغال سباك، ازاي تتعلم انجليزي للسباكه بس. انت شغال دكتور، ازاي تتعلم الانجليزي للدكتور بس. انت شغال صيدلي، ازاي تتعلم الانجليزي للصيدله بس. ده ان شاء الله السلسله اللي احنا بدأناها. والنهارده معانا توبيك جميل قوي قوي الا وهو vocabularies or grammar. Which one is more important؟ اي واحد من دول اهم من التاني؟ هل الفوكابز الكلمات ولا القواعد؟ يا ريت لو سمعني ترد عليا، اكتب كده في كومنت which one is more important. اي واحد منهم احسن من التاني؟ يلا يا جماعه كده، هل ان انا اتعلم كلمات ولا ان انا اتعلم قواعد؟ تمام ما شاء الله، ماشي زي الفل. انا تابع من هنا اهو التعليقات واحده بواحده بسم الله. طيب محمد ابو زيد ومحمود طارق، which one is more important يا مستر محمود؟ ان انا to learn vocabularies or grammar. which one is more important؟ يعني انا كمتعلم للغه الانجليزيه اي واحد منهم اهم من التاني؟ هل الفوكابز ولا الجرامر وليه؟ حبيبي ربنا يبارك فيكم يا رب، تسلم. في ناس بتقول الفوكابز بس، انا مش مطالب ان انا اتعلم قواعد. وفي ناس بتقول انا هتعلم قواعد بس لان هي الاهم بالنسبه لي. It's a mixed condition, you have to learn all skills. طيب كلامك صحيح يا مستر محمود، مع ان احنا مش بنتكلم عن السكيلز، ربنا يبارك فيك. احنا بنتكلم عن حاجه اسمها السيستمز. يا ريت تشاهد اللايف اللي فات. احنا النهارده بنتكلم عن السيستمز، انظمه اللغه الانجليزيه. نورتينا يا مس ساره، يا ريت تشاركي معانا. which one is more important؟ الكلمات ولا القواعد؟ اهم حاجه الاثنين سوا اعتقد، بس لازم يكون الاثنين مع بعض. كلامك صح خالص. ازيك يا مس هدى؟ كلام حضرتك صح فعلا، بس انا عايز اسالك سؤال يا مس هدى ويا مس ساره ويا مستر محمود. هل احنا بنعتبر الدنيا هنا سكيل مهاره ولا سيستم نظام لغوي؟ وايه الفرق ما بينهم؟ يا ريت كده تشاركوا معانا. الفوكابز الكلمات والقواعد، هل هي مهاره ولا نظام تعليمي في اللغه، نظام بيساعدك على المهاره؟ صح كده، فعلا هو سيستم. طيب يعني first of all خلينا نقول ان احنا بنتعلم اللغه كلغه، يعني as whole زي ما بيقولوا ككل. وان هي ميكس زي مستر محمود طارق ما قال كده. ولكن عشان حضراتكم يكون عندنا علم ثابت وقوي، خلينا نقول ان الجرامر حاجه لابد منها. خلينا نقول الجرامر ده حاجه لابد منها. فعلى سبيل المثال انا عندي ان انا اتعلم جرامر، الاول لازم تعرف اللي انا كاتبه. if you want to communicate quickly fluently، لو عايز تظبط الفلوينسي عندك vocabulary is more important. but if you want to speak accurately، لو عايز تظبط الاكيورسي بتاعتك grammar is more important. هي دي الاجابه العاقله من خبرتي اللي هي ممكن تكون غلط طبعا، وعادي خالص، ما انا انسان بغلط. بس انا عايز الناس اللي بتسمعني توافق معايا او تعترض. هل يا مستر محمود، هل يا مس ساره، هل يا مس هدى، والناس كلها اللي متابعانا دلوقتي، لو انا عايز اظبط الفلوينسي بتاعتي مين الاهم؟ هل تتوافق معايا ان الكلمات اهم في الفلوينسي وان الجرامر اهم في الاكيورسي؟ هل تتوافق معايا ولا لا؟ يا ريت تكتب كده yes or no.
صح كده، نظام تعليمي. ربنا يبارك فيك. مستر محمود بيقول you have to know all systems. I mean if someone doesn't have any vocabs, how he or she will combine a sentence even if he just knows grammar. What's the importance of vocabs without grammar? ايوه صح كده، صح كده. واحنا يعني خلينا نقول يا مستر محمود، خلينا نقول يا شباب ان انا لو عايز اتكلم بطلاقه وبسرعه يبقى الكلمات مهمه بالنسبه لي. لو انا عايز اتكلم بدقه وكلامي يكون محدد يبقى الجرامر مهم بالنسبه لي. هل موافقين على اللي انا بقوله ولا لا؟ Do you agree with me ولا لا؟ يا ريت لو موافق تقول I agree، لو مش موافق قول I do not agree with you يا يوسف، عادي، ايه المشكلة؟ يلا كده. صح كده، صح كده يا مس سارة، صح كده، ربنا يبارك فيكي. طيب يبقى لازم تعرف لو انت متعلم او حتى متخصص انجليش ان انا لو عايز اظبط الفلونسي بتاعتي vocabs is more او vocabs are more important than grammar. صح كده؟ ولو انا عايز اظبط الاكيورسي بتاعتي يبقى عندي بفضل الله انا عندي الاهم الجرامر. طيب خلينا نطلع من الحته دي و just go to the next step او going the extra mile. ايه هو الجرامر اصلا؟ وده التوبيك بتاع النهارده. What is grammar? Why should I learn grammar? And how can I learn grammar fluently and accurately? تاني، ايه هو الجرامر اصلا؟ رقم 2 ليه هتعلم الجرامر؟ رقم 3 how can I start learning grammar؟ صح كده؟ يا ريت الناس تشارك معانا. What is grammar؟ هو ايه هو الجرامر ده اصلا يا جدعان؟ خلينا نتابع كده في التعليقات. طيب الجرامر يعني first of all الجرامر ده يعني حاجه جميله قوي، بس طبعا مش بنديها الاهميه رقم 1. انا من وجهه نظري ان احنا بنبدا بالفوكاب الاول. تمام يا مستر محمود، تمام يا ساره، تمام يا هدى، مع حفظ الالقاب طبعا، تمام يا احمد. تسلم يا مهاب، ربنا يبارك فيك يا حبيبي، ربنا يبارك فيك يا رب ويحسن اليك حبيبي يا حمزه. ما شاء الله حمزه ده طالب عندي في الدبلومه الامريكيه، بدرس له ديجيتال سات وايست. ما شاء الله ما شاء الله 750 من 800 من اول ترايل، يعني حد كده عملاق يا جدعان. طيب what is grammar؟ Grammar is the system of a language or one of the systems of a language. هو نظام تعليمي للغة الإنجليزية. People sometimes describe grammar as the rules. هم بيستخدموا كلمة رول، قواعد بالنسبة للغة، ولكن خلي بالك مفيش لغة على وجه الأرض لها قواعد، لها رولز. خلي بالك، لأن احنا we suggest that somebody created the rules first، بعديها بنشتغل على السبوكن لانجوج، وده غير صحيح. لما انت بتتعلم اللغة، اللغة دي انت بتكتسبها كلها على بعضيها، بتكتسب اللغة كلها على بعضيها. بمعنى ايه؟ بمعنى يا مستر محمود ان انا وانا بكتسب اللغة كطفل صغير بيقولوا لي ايه؟ تعالى، روح، كل، الاكل كويس، ما بيقولوليش بليز كم، وما بيقولوليش imperative go، imperative come، ما بيقوليش كده. اصلا انت بتتعلم او بتكتسب الجرامر على انه spoken language، على انه spoken language. فانت بتعمل اصوات معينه بتديك كلمات وعبارات بتشكلها في جمله، والجمله دي مع الوقت بتدرك ان هي اسمها قاعده معينه. يعني مثلا والله لو ما عملت الواجب لاضربك. انا ولا درست ابني حالات اف اللي هي الكونديشنالز، ولا قلت له الهايبوثيتيكال كونديشنال،
ولا عرفته الكونديشنز بتاعتها ولا الميكسد لانجويج ولا عرفته البريزنت سيمبل مع الويل والمصدر ولا الباست سيمبل مع وود والمصدر، ما عرفتوش اي حاجه. لكن انا عرفته على بعضيها سبوكن لانجويج سميناها جرامر. تاني عشان الفكره تكون واضحه، يا ريت الناس لو هي معترضه على اللي انا بقوله ما عنديش اي مشكله ان هي يعني تعترض تقول لا اللي انت بتقوله ده مش صح. الجرامر ده لغه منطوقه اولا، بمعنى ان انا بقول لابني لو ما عملتش الواجب هضربك، لو كنت رحت عند تيتا كان زمانك بتتغدى عندهم، ولا عرفته حالات اف ولا عرفته اي حاجه. هو مع الوقت يعني بيعمل ابزوربشن او بيابزورب اللانجويج، بيكتسب اللغه او القواعد على انها لغه منطوقه كتير جدا لحد ما يبتدي يطلع القواعد. وده اللي بيحصل معانا في العربي، وده اللي بيحصل معانا في الانجليش، وده اللي بيحصل معانا في السواحيلي، وده اللي بيحصل معانا في كل لغات العالم. فخلينا نتفق ان الجرامر مش مجرد قواعد، انت بتدرس القاعدة على انها spoken language في الاول، وبعديها written language، وبعديها practical in-depth analytic language، يعني لغة محللة منطوقة ومكتوبة. فانا عايز الطالب اللي بيسمعني او التيتشر اللي بيسمعني يكون عنده وعي ان الجرامر مش مجرد ان انا اعرف البريزنت سيمبل بيتكون من اس واي اس واي اس. الكلام ده خطأ. لازم تسمعها في جملة، لازم تشوفها في فيديو، لازم تكتب عنها موضوع، لازم تقرا عنها موضوع، لازم تتكلم مع اصحابك في موضوع يخص البريزنت سيمبل، لازم تكتب رسالة لاصحابك تخص البريزنت سيمبل. فانا بعمل عصر، بعمل ايمرجن، يعني بغمر عقلي ولغتي عشان يوصلوني اني اتقن حاجه اسمها الجرامر. يا ريت الناس تقول لي هم متوافقين معايا ولا مش متوافقين؟ زي الفل، احنا لحد الان تمام. فاحنا دلوقتي بنتكلم النهارده عن الجرامر، وقلنا الجرامر ده مجموعه انظمه بتبدا من اللغه المنطوقه وتنتهي باللغه المحلله كتابيا او تحدثيا او منطوقه. تمام؟ خلينا بقى ندخل في نمبر 2. ايه الكومبوننتس بتاعت الجرامر دي؟ ايه الكومبوننتس بتاعت الجرامر؟ على فكره الجرامر فيه يعني فونكس او فوناتكس، عندنا فونولوجي للجرامر، عندنا سيمانتكس للجرامر، عندنا مورفولوجي للجرامر، عندنا براجماتكس للجرامر، عندنا سينتاكس في الجرامر، احنا عندنا نحو وصرف وبلاغه، وعندنا لغه ذات معنى يعني مثلا لما احط حرف الاس للفعل معناه ان الحاجه دي روتين يومي، الحاجه دي عاده. لما احط الاي ان جي معناها كونتينيوينج، حاجه كده مستمره او حاجه كده بتعمل عمل الفاعل. لما انا احط مثلا عندي في الجمله مصدر معناه ان الحاجه دي مجرده من الزمن. لما انا احط عندي مثلا هاز والتصريف الثالث، لازم اعلم الطالب بتاعي المينينج وراء الجرامر. وانت كطالب لازم تعرف انا بدرس دلوقتي الماضي البسيط، اعرف المينينج الاول بتاعه الماضي البسيط. ما اقولش دي واي دي واي اي دي ولا التصريف الثاني للفعل زي ما بعض التيتشرز بتعمل، ولكن اديك جمل تقراها. طب الكلام ده حصل امتى؟ طب انت شايف ان الكلام ده مستمر دلوقتي ولا لا؟ لا. طيب معناها ان الحاجه دي حصلت امتى؟ في الماضي. طب انتهت امتى؟ برضه في الماضي. طب الحاجه دي مستمره؟ لا مش مستمره. بص يا حبيبي ده اسمه الباست سيمبل بكل بساطه. فانت عشان تدرس الكومبوننتس بتاعه الجرامر او انت كطالب تتعلم قاعده جديده، لازم حضراتكم تفهموا يعني ايه بالظبط معنى اللي انا بدرسه. يعني ايه must، يعني ايه should، يعني ايه wish، يعني ايه distributives، يعني ايه اصلا الكونجنكشنز. لازم اعرف يعني ايه قواعد، بعد كده ابتدي اطبق. فاحنا لحد الان اتكلمنا ان انا لو عندي كلمات دي بتساعدني على الفلونسي، ولو عندي جرامر ده بيساعدني على الاكيورسي. وقلنا ان الجرامر ده مجموعه انظمه جوه اللغه بتبدا بشويه كلمات
بعدها الكلمات بنظبطها في جمل، والجمل دي يا اما تكون مكتوبه بنحو صحيح او منطوقه بنحو صحيح. وقلنا ان الجرامر مش مجرد بس قاعده، ده معنى وكتابه وقرايه ونطق وكمان اشتمال للموضوع. تمام؟ فاحنا لحد الان قلنا الكومبوننتس اوف جرامر. يا ريت اللي سامعني بشكل كويس ومتابع يكتب لا اله الا الله. وانا هبدا بنفسي، انا هكتب لا اله الا الله. بسم الله. ماشي زي الفل، تمام خالص. لا اله الا الله. لو سامعني ومتابع معايا اكتب لا اله الا الله. ماشي زي الفل، محمد رسول الله. تعالوا بقى نخش على نقطة ثالثة. Why should we learn grammar؟ ليه أصلا أنا بالبلدي كده ليه أتعلم جرامر أصلا؟ أولا احنا قلنا عشان يظبط عندك اللغة نفسها. يعني مثلا ما ينفعش أقول لواحد أنا هاجي لك بكرة I will come yesterday. يا راجل حرام عليك. او I come yesterday. ازاي يعني؟ انا فاهمك وانت فاهمني، الكوميونيكيشن مفيش فيه مشكله، الفلونسي مفيش فيه مشكله، بس الاكيورسي الدقه بتاعه الكلام فيها مصيبه. انت بتستخدم حاجه في حاجه تاني خالص، فانت لازم تكون مركز في الحته دي. طيب خلينا اقول بعض الاسباب اللي بسببها لازم تتعلم جرامر. نمبر 1 it helps you to speak and write clearly. دي حاجه بتساعدك ان انت تكتب وتتكلم بدقة ووضوح. فاهم قصدي؟ دقة ووضوح. السبب الثاني اللي اتعلم بسببه الجرامر it makes you understand others and be understood. بتساعدك ان انت تفهم غيرك وغيرك يفهمك. معلش لو انا اقول لك مثلا she must have been to the school غير لما اقول لك she must go to school. انت فاهم قصدي؟ فرق معنى رهيب من ان انا اقول لك you should study hard ومن ان انا اقول لك you should have studied hard. فرق ما بين السماء والارض في المعنى. فالجرامر ده بيساعدك ان انت تفهم من غيرك وغيرك يفهمك بشكل واضح. برضه من الحاجات اللي لازم تخلي بالك منها ان الجرامر ده it builds confidence when speaking or writing. وانت بتتكلم او انت بتكتب ومعاك جرامر قوي ده بيساعدك جدا جدا ان انت تبني لغة قوية، سواء لغة منطوقة او لغة مكتوبة. احنا بنتكلم دلوقتي عن ليه هتعلم جرامر. من الحاجات برضو يعني it's important for exams like IELTS, TOEFL, KIT, PIT, PTE, American Diploma, EAST, Digital SAT, ACT. كل الاختبارات دي بتختبرك في مهارة الجرامر. فده بيساعدك اكتر واكتر ان انت يكون عندك confidence، ان انت تكون confident enough ان انت تاكل الاكزامز دي وتمشي حالك بشكل كويس. فانا مش معنى ان انا بقول لك الكلمات مهمة ان انت تسيب الجرامر خالص، ومش معنى ان انا بقول لك الجرامر مهم ان انت تسيب الكلمات خالص. كلهم زي ما قال مستر محمود معانا في التعليقات كلهم ميكست. انت بتعمل ميكستشر في اللغة بحيث ان انت تتكلم بشكل صحيح. تمام كده؟ طيب تعالوا بقى نخش على الخطوة اللي بعديها. بعد ما عرفنا احنا ليه يجب ان احنا نتعلم الجرامر، how can we learn grammar؟ ازاي نتعلم الجرامر ده بقى؟ بص معايا على الشاشة كده. ينفع نستارت with the basics. يعني مثلا تتعلم ان الجملة اللي انا هتكلمها لازم تبقى subject verb object، ولازم الفيرب ده يكون في زمن معين. يعني I play football حقيقة، I played football حقيقة في الماضي، I will play football حاجة بخطط لها للمستقبل أو عندي النية ليها. فاهم قصدي؟ I have been playing football كنت ولا أزال ألعب كرة القدم. فوانت بتتعلم الجرامر حاول تتعلمه عن طريق جملة على بعضيها.
طيب رقم 2 يوز جرامر بوكس، ممكن تجيب كتاب كامل في الجرامر وتبتدي تمشي معاه واحده بواحده. من افضل الكتب او المراجع اللي انا برشحها بصراحه اثر فيا انا شخصيا كتاب اسمه انجلش جرامر ان يوز، انجلش جرامر ان يوز، تمام، اللي هو اللغه النحويه او القواعد في الاستخدامات بتاعتها. كتاب جميل قوي، الانشطه بتاعته جميله، الكتاب رخيص جدا جدا، يعني هتلاقي الدنيا حلوه. برضه ممكن تدخل على اليوتيوب وتكتب اسم الازمنه، تتعلم تكتب مثلا النهارده الماضي، بكره المضارع، بعده الامر، بعده تاخد المضارع التام، بعده تاخد الماضي التام، وتشوف الاستخدامات ايه عشان تتكلمها مع الوقت. ممكن برضو تريد بوكس اند ارتكلز ان انجلش. دلوقتي بقى في حاجه اسمها ESL articles with tenses، بقى في حاجه اسمها مقالات بزمن محدد. يعني انت تكتب لجوجل كده انا عايز مقاله تعلمني المضارع البسيط بالانجليزي، بس كده. انا نفسي بستخدمها مع طلابي وجايبه معاهم نتيجه رائعه رائعه. الطالب بيتكلم انجليزي وبيكتب انجليزي مع ان هو ثانويه عامه، انت متخيل؟ برضو من الحاجات الجميله write daily sentences، اكتب يومك بالانجليزي and correct your mistakes. يعني مثلا هتقول انا هكتب بكره هعمل ايه، فانت هتستخدم will والمصدر او going to والمصدر، تمام. هكتب امبارح عملت ايه، هتستخدم الماضي البسيط. هكتب النهارده بعمل ايه، هتستخدم البريزنت كونتينيوس او البريزنت سيمبل، تمام. دي حاجات كلها هتساعدك ان انت تتعلم جرامر بشكل كويس. ويا ريت اللي عنده فكره يكتبها لنا، يا ريت يا جماعه يكتبها لنا في التعليقات. برضو يوزنج ابلكيشنز زي جرامرلي، ده ابلكيشن انا ما بستغناش عنه اهو في التليفون، جميل جدا جدا، وانا بكلمك دلوقتي مشغله اهو، حاجه جميله وحلوه وببلاش وبتعلمني وتظبط لي الجرامر بتاعي. طيب ايه تاني؟ practice speaking with others، يا ريت لو تحضر انجلش كلابس، يا ريت لو تجمع ناس مهتمه نفس اهتمامك بالانجلش وتقول لهم النهارده المحادثه كلها مع بعض عن موضوع كذا وعايزين نستخدم زمن كذا بس، واول ما تسمع تصحح وهم يسمعوك ويصححوا لك وهكذا. طيب انا دلوقتي عرفت حضراتكم، خلينا نرجع كده، مين الاهم الفوكابز ولا الجرامر؟ قلنا ان الاثنين مهمين. الفوكابز مهمه جدا عشان الفلوينسي بتاعتك تتكلم بمرونه وبسرعه كويسه. الجرامر كويس جدا عشان يظبط لك الاكيوريسي بتاعتك، الدقه. وقلنا ايه هو الجرامر اصلا؟ ان هو لغه منطوقه اولا، ثم لغه مكتوبه، ثم لغه محلله للنحو. وقلنا اقسام الجرامر عامله ازاي، وان انت مش مجرد بتتعلم ماضي بسيط ومش عارف والمصدر في المستقبل، الكلام ده غير صحيح. انت بتتعلم على انها لغه كامله. اتعلمنا ليه نذاكر الجرامر واهميه الجرامر، واتعلمنا ازاي اصلا اذاكر جرامر. طيب انا كنت عامل مبادره جميله قوي قوي عن ازاي اتعلم الجرامر بشكل محترف. دي سيشن مجاني ان شاء الله، هتكون يوم الجمعه الساعه 7. يا ريت لو اي حد محتاج المحاضره دي يكتب تعليق لا اله الا الله وما بين قوسين انا محتاج المحاضره المجانيه. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان هو يتقبل مني ومنكم، ورمضان كريم علينا وعليكم. وانتظروا اقوى لايفز ان شاء الله قريب قوي قوي في شهر رمضان الكريم. وشكرا بقى، ويلا سيبكم بالعافيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.